هو فين اللي كل الدنيا ضد الزمالك ده يا قفشه؟ ده حازم امام خرج له لعيبته من معسكر المنتخب علشان يلعبوا معاه ماتشين تمهيدي افريقيا. ده كان كلام محمد فارس مذيع قناه الاهلي، وانا هفترض بحسن نيه انه جاهل بالتفاصيل وما يعرفش الحكايه كلها، لانه لو على علم بتفاصيل الحكايه كلها وقال كده فده اسمه تدليس. لكن معلش، خليني اوضح لك واشرح لك الموضوع كان ماشي ازاي. الحكايه بدات ان المنتخب كان عنده معسكر من 13/9 ل 27/9. يوم 31/8 البطيخة روي فيتوريا أعلن قائمة المنتخب بدون لعيبة الزمالك اللي كان عندهم سوبر لوسيل في قطر يوم 9/9 ضد الهلال السعودي. الزمالك في نفس التوقيت كان عنده ماتشين في تمهيدي أفريقيا ضد إليكت تشادي، والاتحاد الأفريقي أجلهم. الاتحاد الأفريقي يوم 7/9 أعلن إن الذهاب هيتلعب في الكاميرون يوم 18/9 والعودة هيتلعب في مصر يوم 25/9، وده هيكون في فترة التوقف الدولي. رحنا ماتش الذهاب عادي جدا بلاعيبتنا كلها، كسبنا هناك 2-0 شيكابالا وزيزو. رجعنا من الكاميرون ومع اول تمرين فيريرا بيتفاجئ ان الونش وزيزو وامام عاشور وفتوح انضموا لمعسكر المنتخب. الموضوع حرفيا حصل زي ما بقول لك كده، اداري المنتخب محمد غراب تواصل مع اللعيبه مباشره وتجاهل الزمالك تماما. فمبدئيا برطماني العزيز عايز اسالك، هو ليه الاصرار على ضم لعيبه الزمالك مع العلم ان هم بعد 4 ايام عندهم ماتش؟ طيب يا شيتوس ما تكبرش الموضوع، بنلاعب فريق تعبان وهنلعب على ارضنا وكسبانين في الذهاب 2-0، اي حد يسد وهنصعد مش مشكله. ما هي دي المشكله حبيب قلب شيتوس، ان خلاص ما بقاش في حد يلعب. قائمه الفريق بقت 14 لاعب بس، عباره عن 11 لاعب و3 حراس مرمى، لاننا هنشيل من القايمه اللي سافرت ماتش الذهاب الونش وفتوح وزيزو وامام عاشور، ودول هينضموا لمعسكر منتخب مصر، والمثلوثي والجزيري لمنتخب تونس، ومحمد طارق للمنتخب الاولمبي. يعني انت هتلعب ماتش العوده ب 11 في ارض الملعب و3 على الدكه، منهم 2 حراس مرمى. ولنفترض عزيزي برطمان ان احنا في مسحه كورونا يوم المباراه في لاعب او لاعبين اتشخصوا ايجابي، هنلعب بمين؟ بلاش كورونا، في احماء ما قبل المباراه لاعب يتصاب، مش بتحصل؟ ممكن لاعب يتصاب في المباراة نفسها او لاعب يطرد، انزل حارس مرمى يلعب مساك او يلعب ديفندر؟ طيب هل الزمالك طالب بالاربع لعيبه ان هم يخرجوا من معسكر المنتخب؟ لا والله، ده احنا غلابه جدا وطيبين، كل اللي احنا طلبناه زيزو والونش. المنتخب كان عنده بطوله ايه، او كان عنده تصفيات ايه، او كان عنده ماتشات مهمه ايه بيحضر لها علشان لازم لعيبه الزمالك تنضم للمعسكر؟ الحقيقه لا بطولات مهمه ولا ماتشات وديه قويه، كنا هنلاعب النيجر وليبيريا. فانا مش فاهم ليه انت مصر تصدر للزمالك مشكله بدون اي داعي. الكارثي في الموضوع ان الونش وزيزو خرجوا قبل الماتش ب 24 ساعه، لعبوا الماتش ورجعوا المعسكر في نفس اليوم. بس تعرف برطماني العزيز، وده سر بيني وبينك وما تقولوش لحد، انا عذرك جدا وعذر المنظومه في الوقت ده بالذات، لان بطولتين دوري وكاس فريرة بدون دكه وبدون لعيبه كانوا حرقين جدا وكانوا خازوقين مغريين. اتمنى تكون عرفت الحكايه كامله وما تقولش الموضوع ده تاني، لان انكل شيتوس بيزعل. لكن طالما انت بتقول كده، ما تخلينا انا كمان اقول لك حاجه كده. اهلي مين يا افشل اللي كل الدنيا ضده؟ ده كابتن حسام البدري لغى معسكر كامل للمنتخب علشان الاهلي عنده ماتشين مهمين في افريقيا. اجنده كان وقتها ان النادي الاهلي هيلعب بعدها على طول نهائي افريقيا، فمنين ان انا افكر في مصلحه فريق مصري، مش عاوز اقول طبعا انا كنت مدرب منتخب فريق مصري، وافكر في مصلحه الفريق ده على اساس ان هو ما يبقاش مرهق، ما يبقاش فيه اصابات. الاجنده ما كانتش هتفيدني، بل بالعكس كانت الاجنده هتزود الضغط على اللعيبه. لو في راجل هيعرف يرد على الموضوع ده يتفضل يفرجني. ايه بتقول مفيش حد رد؟ تمام، ده المتوقع برضه. ايه؟ حد بيقول ان هو عايز يرد؟ مستني الرد. سلام.